في فيديو النهارده عملت تجربة يمكن ناس كتير قوي زي كده بتفكر فيها وتقول نحاول نجربها يمكن تنفع معانا. احنا بنحاول ان احنا نعمل اساليب جديدة للتوفير بس بشكل يكون صح ان شاء الله. دايما اقول لحضراتكم ان العروض مش دايما بتكون حلوة ولا مفيدة لينا، يعني ساعات احنا نحط حاجاتنا بس ساعات بنجيب عروض بتكون احنا جبناها بطريقه ان احنا ايه يعني عجبتنا اللي عليها خصم كبير قوي فجبتها. فدي برضو حاجه من الحاجات الغلط اللي انا حبيت استكملها معاكم الفيديو ده استكمالا للفيديو اللي فات اللي احنا نزلناه. ان ساعات جدا بنجيب حاجات غلط لمجرد ان عليها عروض بس انا مش محتاجاها قوي او ممكن استغنى عنها. اهلا بيكم في قناتكم بيت سوبر مامي او بيتنا التاني، وده فيديو جديد. تعالوا نكمل بقيه سلسله الفيديوهات اللي احنا ماشيينها على طريقه التفكير الصح. قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا عامله ميزانيه 1200 1300 1300 ممكن توصل ل 1500 مثلا اسبوعيا. يعني لو انتوا حضراتكم حسبتوها يبقى 4.5 في الشهر، وبتكون شامله بنود كتير جدا. يعني الاسبوعيه بتكون شامله والحمد لله. لقيت من التعليقات ان كلكم جرب الموضوع ده وعجبه، فانا النهارده مثلا ممكن احدد اليوم فيه 200 جنيه. برضو دي حلوه جدا، يعني انا مثلا ممكن اجيب منه ايه. فتعالوا نشوف احنا جبنا ايه. بصوا بيم ده الفرع اللي هو موجود في فليمنج في اسكندريه، في فرع في فليمنج وفي فرع في سموحه جنب الاي سي سي، معرفش فروع تانية. فانا بحب بيم الصراحه. السبونج دي حلوه جدا، هي ناعمه يعني هوريها لكم. مش زي اللي فيها سلك، مش زي اللي فيها سلك، بس انا بحبها الصراحه. بتنفع قوي في الكوبايات، في حاجات مثلا زي القلايه الهوائيه خايفه تتجرح. بصوا انا هطلعها لكم عشان تشوفوها اهي. هي مش خشنه، بس مش خشنه اللي هي فيها سلك، لا، بس بتبقى حلوه قوي في الكوبايات. الاثنين دول اسمها مستر جرين، والمنتجات دي بيتميز بيها بيم على فكره. لان هي بتبقى يعني خاصه بيه. عنده الفوط اللي هي الصفراء، هوريها لكم دلوقتي فوطتي الصفراء، وعنده دي، وعنده ايه، عنده كمان السلك هوريه لكم دلوقتي. فدول كان عليهم اوفر سعرهم 11 جنيه ونص بدل من 14، فجبتهم. بنتكلم في كام؟ في 200 جنيه. تمام. نيجي للمسحوق اللي انا وريته لكم قبل كده. المسحوق اللي هو اسمه بيل. بصوا يا جماعه، المسحوق ده كيلو. هو في العادي سعره 35، ولكن في العروض النهارده سعره 32 وحاجه، يعني 32 ونص تقريبا. فده كيلو. والله قعد معايا حوالي اكتر من اسبوعين، او يعني قعد 3 اسابيع تقريبا. طبعا ديت مع انتي غسيلك ازاي. انتي طبعا طريقه غسيلك ازاي. على فكره نص كوبايه بس، انا هوريكم انا بعمله ازاي. نص كوبايه بس بتفي جدا بالغرض. طيب انا كنت بجيب على فكره باهي واوكسي، وكنت بحط عليهم اوكسي اللي هو البودره. دول مش بحط عليه بيشيل بقع، بس بحط على الابيض. على الابيض بس بحط له صودا الغسيل او بيكربونات الصوديوم، علشان الابيض يبقى مزهزه يعني. لكن من ناحيه البقع والله بيشيل البقع. هبقى مره اعمل لكم تجربه. فده الغسيل الاوتوماتيك الابيض والالوان، ده كيلو، فانا جبت منه 2. كان في عرض على اللي هو ال4 كيلو، كان سعره 130 بس ما لقيتوش، فانا جبت 2. هوريكم هحطهم ازاي دلوقتي، هظبطهم ازاي. وريحته حلوه جدا، مش وحشه خالص، ريحته حلوه يعني. وهو على فكره منتج تركي يعني، يعني كفاءته كويسه. طيب برضو ساعات مثلا احنا بنحتاج في وصفات اللبن. فاللبن الفريش احنا بنجيبه للمشروبات، بنجيبه مثلا لو هنعمل زبادي. طب انا عايزه لبن عشان مثلا هعمل بشاميل، وانا غالبا البشاميل بحط له معلقه من القشطه. غالبا يعني البشاميل بحط له معلقه من القشطه. فبجيب مثلا لبن زي ده. اللبن ده برضو حلو جدا على فكره، في منه عبوات كبيره، بس برضو ما لقيتش اسمه دوست ده 425 مللي. عليه برضو عروض. سعر اللبن 12 جنيه ونص او ربع، 12 جنيه ونص، فجبت برضو ايه 2. خلاص. طيب الصوصات والحاجات اللي احنا بنجيبها بتبقى حلوه وبتخلي الاكل الصراحه طعمه حلو جدا. فانا مثلا بحب جدا دبس الرمان. طبعا دبس الرمان اليمامه عدى ال 200 تقريبا او 180 في الرينج ده. فنصحوني قالوا لي دوبيلا حلو، فانا هجربه يعني ان شاء الله يطلع حلو. بصوا شكله تقيل يعني، ان شاء الله يطلع حلو يعني. بصوا اهو، هو تقيل اهو شايفينه. فبعد الفطار بقى ادوق اقول لكم، بس هو باذن الله يعني يطلع طعمه حلو. واللي عجبني فيه ان هو فيه
سكويز كده يعني، ترشي، لان انا بستخدمه في السلطات. هتشوفوا يعني هعمل لكم وصفه حلوه منه جدا. وممكن تحطيه على دبس الرمان، على فكره بيتعمل مع الكبيبه، تحطيه على الكبيبه وهي بتتاكل. فدبس الرمان ده سعره 31 جنيه ونص، فحلو مش وحش خالص. هو وزنه 280 جرام. قلت اجربه، لو عجبني هجيب العبوه الكبيره. طيب استكمالا بقى للحاجات اللي انا ممكن اوفر فيها، الرز البسمتي. قلت لحضراتكم ان هو بيطلع كميه كبيره جدا. يعني انت ما تعملي كوبايه تلاقيها ملت لك حله. هو طبيعته كده الرز البسمتي بينفش تمام. فانا بجيب غالبا من فخري اللي هو في سوق كليوباترا، سعره 45 44. فلقيت ده اصفهان، كنت جبته مره عجبني الصراحه المره اللي فاتت جدا، فعليه برضو اوفر سعره 50. سعره 51. اسمه اصفهان، وزنه كيلو. الصراحة عجبني قوي. بصوا هما كاتبين هنا عليه ان هو بتحطوا له مية، تحطوا له مية كوباية وربع او كوباية ونص. وكاتب طريقة عمل الكبسة، وكاتب طريقة عمل الرز الابيض ده الذهبي اهو. حلو، هو شبه اللي انا بجيبه من فخري بس ده معبأ يعني. وانا بقى الصراحة قلت خلاص يعني اجربه، يعني مفيش مشكلة. اسمه افصان، اسمه افصان تمام. ده مش عارفه حد جربه ولا ايه، بس انا جبته قبل كده. فده سعره 51 ونص تمام. فدي كده المنتجات اللي ب 200 جنيه، يعني يمكن اقل كمان شويه. فان شاء الله يعني تجربوهم. يعني تجربوا الطريقه دي. الطريقه دي بتعتمد ان انت بتقولي مثلا في اليوم انا مثلا النهارده عندي اكل، فانا خلاص مش محتاجه اشتري حاجه للاكل، مش محتاجه اشتري حاجه للغدا. ممكن مثلا اشتري لبن هيظبط معايا، ممكن اشتري مسحوق. بكره مثلا لا محتاجه اشتري اكل، فانا خلاص جبت المسحوق. فهي تباديل وتوفيق. والله موضوع الاسبوع ده موفر بشكل جميل جدا جدا جدا، وظريف قوي قوي. وادي اهو يا جماعه، كان دايما مشكله الناس المسحوق اللي انت هنجيبه بالشهر لانه غالي والكلام ده. فبلا اهو الكيلو ب 32 تقدري تجيبيه. هعبيه بقى معاكم واوريكم اعمله ازاي. بصوا تعالوا اوريكم بقى انا بعمل ايه. دي الزهره البيضاء، او اللي هو بيسموها يعني صوديوم بيكربونات، او بيكربونات الصوديوم، اللي هي بقى كربونات الصوديوم مش بيكربونات. فانا هعمل ايه. بصوا انا هنا كاتبه غسيل ابيض لان انا مميزاهم. ليه بقى؟ عشان الزهره البيضاء انا محتاجه فيها محتاجاها غسيل ابيض، ولكن مش محتاجاها غسيل الوان. ثانيه واحده. يعني احنا عايزين نتعلم نشتري بذكاء. ريحته حلوه جدا على فكره. هحط شويه صغيرين كده تمام. وهحط من الزهره البيضه دي زي نص كوبايه من دي. كفايه قوي نص، لان هو الصراحه بيشيل بقع. بس هحطها كده، وهبتدي اكمل بقيه الكيس. ان شاء الله العبوه دي تاخد كيلو يعني، بس هي لا اقل من كيلو الصراحه. لا والله اخدته اهي. خلاص اهو اسمه بن، عشان برضو اللي حابب يشتريه. بصوا بقى انا كده عملت علبه تكفيني اكتر من شهر، اكتر من 3 اسابيع كده. خلطته اهو. وكمان هعمل الالوان زي ما قلت لكم، مش بحط له حاجه لان هو صراحه حلو وقوي يعني. لما بتعملي خلطاتك في البيت بتفرق بجد. هم كاتبين عليه بقوه الاكسجين، وهو فعلا حلو يعني. حلو والله البرطمان ده كبير. طبعا تقدروا ان انتوا بالشكل ده تجيبوا واحد بس وتقسموه على 2 على فكره. مش لازم تعملوا زي ما انا عملت، بس انا عشان ايه يعني لقيت عليه عرض ب 32، وانا النهارده ما عنديش مصاريف تانية، فقلت مفيش مشكله ان انا اشتريه. وادي الغطا اهو. في بقى منه جل يعني، ان شاء الله نجربه مع بعض. بصوا انا هنا عامله علبه حاطه فيها الحاجه الاسبونجات بتاعتي اهو. بصوا مستر جرين بقول لكم شاريه منه ده برضو.
بصوا انا عامله علبه للحاجات اللي هي الاسبونجات بتاعتي. فدي حلوه قوي، اللي هي بتبقى زي كروشيه كده، بنستخدمها في الكوبايات. عندي واحده خلاص منها، ودي اللي كنت شارياها، مش فاكره نوعها ايه يعني. بس كانت اللي عليها الكتكوت دي. ودي كانت مش حلوه، بتنفصل، فنحط بقى بتاعت مستر جرين دي، حلوين جدا. بصوا هنقلهم هنا عشان العلبه دي عايزه تغسل. طبعا دي اللي احنا بنشتريها، اللي هي ايس سبونج دي، كلكم عارفينها طبعا، اللي فيها سلك دي اهي. ودي برضو حلوه قوي، بتعمل رغوه. خلاص غسل بقى. فيبقى احنا كده عملنا 200 جنيه اشترينا بيها الحاجات المهمه اللي انا محتاجاها النهارده. ممكن بكره ابقى محتاجه حاجات تانية. يعني النهارده جبت رز بسمتي، جبت مساحيق، جبت سبونج. ممكن مثلا بكره اجيب حاجه تانية، فاهمين؟ اجيب مثلا. وفي ايام يفترض ان انتم ما تصرفوش فيها، تحاولوا على قد ما تقدروا تعملوا تحدي كده، ما تصرفوش خالص ولا جنيه، او يعني في الضروره القصوى المواصلات بس. فاهمين قصدي ازاي؟ فالطريقه دي حلوه وبتنفع، وان شاء الله تجربوها وتنبسطوا منها يعني. بعد ما شفنا كده مع بعض ازاي اتصرفنا في المبلغ اللي كان معانا، نخش على الحاجه الاهم، ان انا ممكن اعمل تحدي لنفسي ان انا ما اصرفش فلوس تاني، واعمل فطار كامل من اللي موجود عندي في البيت، سواء في التلاجة او في الفريزر. وبعدين اهم حاجه ان انا اوريكم ازاي هستفيد من الحاجات اللي احنا فرزناها، وكمان هتشوفوا الفطار اللي هيطلع من الحاجات اللي انا اشتريتها، اللي انا موجوده اصلا عندي في البيت. احنا كنا معصجين لحمه مفرومه لو تتذكروا حضراتكم. وانا لما عصقت اللحمه المفرومه عصقتها قبل رمضان اصلا. فانا هنا طلعت برطمان الصلصه اللي عندي، وعندي اللحمه المفرومه اللي انا كنت محولاها العصاج. فرمت كميه من البصل، لان انا هعمل وصفتين من كميه اللحمه دي. فالتزويد بالبصل بيدي طعم حلو جدا، وكمان مش بيخليني احس ان انا مزوده حاجه ضيعت طعم اللحمه. لا بالعكس، بيخلي طعم اللحمه حلو، وبيديها تطعيمه كده ظريفه جدا. الاهم من ده كله ان انتوا دايما تحافظوا على طعم اللحمه بتاعتكم، مش مجرد ان انتوا بتاكلوا ولاد. فانا فرمت بصله صغيره جدا، يعني مش كميه كبيره، انا خدت الباقي شلته، وحطيت عليه طماطم، ونزلت عليه اللحمه المفرومه اللي كانت عندي، وزودت شويه ميه، وهزود صلصه واسيبها تتسبك. هعمل منها وصفتين، هطلع منها خرشوف محشي باللحمه المفرومه، وهعمل منها صوص بولونيز. صوص البولونيز ده من الصوصات اللي هي الصراحه موفره بشكل كبير جدا، لان هو بيتحط على طبق مكرونه كده، بيديه طعم حلو. على فكره كل ما يكون في بصل كتير، كل ما صوص البولونيز يبقى احلى. طيب الخرشوف من الحاجات اللي هي مش رخيصه، من الحاجات اللي غاليه. فانا كنت جايبه قبل رمضان 15 واحده. الواحده الصراحه كانت ب10 جنيه، يعني كان غالي، بس قلت مش مشكله، لان الخرشوف مغذي جدا للولاد. فكل كده كام يوم اطلع 5، كل واحد واحده او 2 جنب الاكل، جنب الاكل الاساسي اللي انا عاملاه، تبقى خرشوفه محشيه. كان ممكن اعمل خرشوف محشي وكوسه محشيه، بس انا النهارده مغيره وقلت اعمل اكلات تانية ان شاء الله تعجب حضراتكم. المهم مش ان انتوا تشوفوا الطبخ، لان انتوا طبعا عرفتوا الاكلات دي خلاص انا بعملها ازاي. المهم ان انتوا تاخدوا مني افكار لازاي تعملوا لنفسكم حاجات من الفريزر تطلعوها. ما احبش اقف اقول ان انا مش لاقي حاجه اعملها. لا، استفادي بكل حاجه عندك واعملي منها وصفه. بس انتي القصه في ان انتي ازاي توظفيها صح. هنا حشيت بالصوص اللحمه المفرومه، والباقي هشيله في علبه، واعمله صوص بولونيز. في يوم تاني ابقى اطلعه على طبق مكرونه سباكيتي، ونعمل جنبه بطاطس وكلام من ده، ويبقى وجبه حلوه. هنا الخرشوف هدخله الفرن يستوى وخلاص. مش يستوى، هو مسلوق الخرشوف اصلا، انا مجرد بس ان انا يعني هحمره بس بالشكل حضراتكم شفتوه ده وخلاص. انا الصراحه ما صورتش المقاطع الاخيره، لان الفيديو مش هدفه الطبخه قد ما هدفه الافكار اللي احنا هنعملها مع بعض. هنا عندي شويه بصل صغيرين من اللي انا فرمتهم، هنتبل مع بعض بانيه. هنا معايا لبن، هحط على البصل لبن، ودي تتبيله البانيه اللي هتعجبكم جدا جدا باذن الله، وان شاء الله هتعتمدوها عندكم، وبتدي طعم حلو قوي للبانيه بتاعنا. هنفرم البانيه البصل مع اللبن، وهنحط معاه
معاه بهارات. هنحط بهارات مرقه الدجاج اللي احنا عاملينها مع بعض. عايزين نحط مثلا فلفل حار نحط، عايزين نحط عصير نص ليمونه نحط. دي المرقه اللي انا عاملاها معاكم. التركه الحلوه ان انا بحط البقسماط الحار، البقسماط الحار او خلطه الفيجيتار اللي هي زي فيجيتار يعني. انا بجيب دلوقتي خلطه كده بودره اللي هي بتاعت مايلز، بتكون حاره، فبحطها مع تتبيله البانيه. وهنا حطيت شويه من الدقيق. انا لا هعفر بقى في دقيق ولا بتاع، انا هحط البصل على اللبن على البيض على الدقيق على شويه البقسماط، وهضربهم ضرب جامد جدا في الخلاط بحيث ان هم يبقوا سائلين. لو حابين تصفوهم صفوهم، لو حابين لا مفيش مشكله. انا نعمتهم قوي، لكن لو حاسين ان الكبه مش بتنعم قوي فانتوا صفوهم احسن. خلاص. طيب بالنسبه للتتبيله دي انا هشتغل في كميه بانيه مش كبيره، ومع ذلك انا هتبله واشيله اهو، وهشيله في الفريزر بالبيض بالبقسماط. سوري، هنطلع من الخلطه دي نحط في البقسماط على طول. اسهل طريقه مختصره لتتبيل البانيه، وصدقوني بتطلع حلوه جدا. فانا هعمل شويه بانيه. انا قلت لكم ان انا ما استعرضتش معاكم مشتريات اللحوم. فانا كده اول حاجه اشتريتها اهو، اشتريت البانيه، اشتريت نص كيلو من البانيه من ضمن مصروفات الاسبوع كمان. وخدته قسمته بالشرايح، ما قسمتوش بالعدد، قسمته بالشرايح. شويه منه هعمله شاورما او حشوات للسمبوسك والحاجات اللي زي كده، وشويه الباقيين عملتهم بانيه. هنا خدت بقيه البصل، انا فرمت بصل بالزياده عشان كده. وهعمل طبخ عادي جدا بسله بالجزر اللي احنا شايلينها مع بعض في الفريزر، وهنعمل جنبها برام رز، وهنعمل الخرشوف، والبانيه هحطه في الفريزر مش هستخدمه خلاص. انا حاطه لحمه مفرومه في الخرشوف، فمش محتاجه خلاص لحمه تاني. يعني انا ما حطيتش لحوم تاني في اليوم ده يا جماعه. انا عملت بسله بالجزر، وعملت برام رز، وعملت الخرشوف باللحمه المفرومه. فكده كل واحد هياخد واحده خرشوف 2 خرشوف حسب بقى انت عارفه اولادك بياكلوا ايه وما بياكلوش ايه. انا عندي حد ما بياكلش خرشوف يعني، فحطيت بالشكل ده وعملت الوجبه بقت جميله قوي. وهنعمل جنبها شويه من الشوربه. نطلع حاجه من العصاير اللي عندنا نعصرها، نعصر شويه فراوله. الفراوله ب 15 وب 20 جنيه، ولو ان هي ابتدت تغلى. يعني انا كنت شاريها ب 15 جنيه والله، وشلت كيسين في الفريزر. اتفاجئت بيها من كام يوم رجعت ب 25 جنيه تاني. يظهر هتخلص ولا ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. فهي الفكره في ان انا ازاي اوظف الاكل، مش بس اقول خلاص طب هعمل ايه اكل، طب خلاص هقلل لهم شويه بطاطس محمره، طب خلاص هعمله. لا لا بلاش كده. خليكي دايما بتاخدي الجزء اللي هو ايه. انا ممكن انزل اشتري نص كيلو بسله واحط له بطاطسايه وجزرايه ويبقى وجبه كامله متكامله، واعملها في برام. ممكن اخد شويه دي الصلصه اللي انا مسبكاها معاكم على فكره. ممكن اخد شويه من اللحمه المفرومه اللي انا عملتها معاكم في بدايه الفيديو واحطها على البسله، ويبقى طاجن بسله باللحمه المفرومه، واحط جنبه رز، وهكذا يا جماعه. طيب برام الرز مكلف؟ لا مش مكلف خالص. ليه؟ لان انا اصلا عندي لبن، بجيب كل اسبوع 2 كيلو لبن، وساعات في رمضان الصراحه بجيب 3 كيلو عشان بعمل زبادي. فانا الرز بغسله وانزل عليه اللبن، وانزل عليه القشطه بتاعت اللبن اللي انا بكون محوشاها في الفريزر. وفي تركه حلوه قوي ممكن تعملوها وممكن ما تعملوهاش، بحط عليها معلقه من الزبادي، بتديها طعم حلو جدا جدا. وبعدين بدخله الفرن، اشغل الفرن من تحت والشوايه يحمر. اول ما يحمر اقفل الشوايه وادهنه بقى سمنه، لان كل ده ما دهنت السمنه، وابتدي اسيبه يكمل سواه. برضو برام الرز بتحسي ان هو فيه فخامه، وبتحسي ان انت عامله اكل حلو. وممكن من ضمن الافكار الحلوه تاخدوا برام الرز ده وتحطوا فيه قطع دجاج، يبقى برام رز بالدجاج، يبقى حلو جدا. في حاجه حلوه الصراحه بس انا ما رضيتش اصورها لان الفيديو بقى طويل جدا. لما جيت اعمل البانيه اخليه واظبطه كده بالشكل اللي حضراتكم كده عارفينه، فطلع منه فتافيت صغيره كده. فرحت الفتافيت الصغيره دي اللي هي بتبقى زي مثلا حته رفيعه، بخاف انها تتقطع مني في البانيه او تتحرق، فرحت مقطعاها وعامله شوربه كريمه دجاج. فيعني بصوا كل حاجة احنا بنستفاد منها. بالنسبة للي سألني على البشاميل يا جماعة موجود عندي في فيديوهاتي، وان شاء الله هحاول احط لكم الفيديو النهاردة على المنتدى اللي فيه خلطة البشاميل واللي فيه مرقات اللي انا عاملاها مع حضراتكم. ان شاء الله احطه النهاردة على المنتدى اللي هو بتسموه انتوا عندكم ايه، البوستات يعني.
طيب هنحط اللبن. حطيت المرقه برضو اللي انا عاملاها مع حضراتكم، لان انا ما عنديش شوربه، فانا هحط ميه مع لبن، ويكون الميه واللبن مغطيين برام الرز. برضو برام الرز من الحاجات اللي هي حلوه جدا، وبتحسي ان انت عامله مجهود ومفخمه الاكل ومخليه حلو، بتستفادي باللبن اللي عندك وتعملي منه وصفات. ممكن لو انتوا اللبن اللي اشتغلت بيه في بدايه الفيديو ده، ممكن تعملوا بيه برضو برام الرز وتحطوا له كميه قشطه حلوه، فهيبقى زي الفل ان شاء الله ويعجبكم باذن الله. بس يعني انا بقول ايه، ان انا بحط عناصر كده تغذي الولاد في وسط الاكلات اللي انا بعملها. ممكن تعملي رز ابيض عادي، تستغني عن برام الرز طبعا وما تعمليهوش عادي جدا. انا بس النهارده حبيت لقيت عندي قشطه، فقلت استفاد منها واعمل برام رز كنوع من انواع التغيير يعني. البانيه بنجيب البقسماط وننزل الفراخ على طول في البقسماط، يعني بناخد الفراخ زي ما هي في الخلطه اللي انا عاملاها دي، وانزله بقى على طول في البقسماط. من احلى الخلطات اللي هتعجبكم باذن الله لتتبيل البانيه. هقولها لكم تاني: بصله، بنحط معاها دقيق، بنحط معاها لبن، وبنحط معاها معلقه من خلطه الفيجيتار الحاره، اي ماركه طبعا، جبت مايلز او البرد عادي، وهنحط معاها عصير نص ليمونه، والملح طبعا والفلفل الاسود. بصوا انا بقصها عشان حجم القلايه بتاعتي بس. تعالوا نعمل حاجه حلوه قوي. جبت لفه قمر الدين، فانا عندي الولاد مش بيحبوا قمر الدين يشربوه يعني، فانا جبت لفه قمر الدين وقلت ايه اعملها لهم على شكل بونبوني كده، اللي هو دلوقتي بيتباع موجود وبيبقى سعره غالي ولا حاجه. بنقص كيس سندوتشات، وبعدين بنقص القمر الدين بالشكل ده بالمقص، وبنلف رول في اكياس السندوتشات، فهتبقى شكلها حلو قوي، تحليه جميله جدا للولاد، ممكن يفطروا عليها بدل التمر ولا حاجه. وجيبي اي نوع قمر الدين بتحبيه، اي نوع، سواء غالي سواء رخيص، ايا كان، هيبقى طعمه حلو ومسكر وظريف، والولاد هتفرح بشكله. حطه لهم في بوله كده وهيبقى شبه البونبوني. بصوا بقطعه كده طويل والفه رول، واحطه في كيس سندوتشات، اغلفه كانه ايه جايبينه من بره. على فكره بيتباع دلوقتي وسعره مش رخيص، على فكره سعره غالي. لفه قمر الدين دي تقعد معاكي مده كبيره يعني، لان انت بتلفي ايه حتت صغيره زي ما انت شايفه كده. ممكن تحطيه للولاد على الفطار كنوع من انواع التغيير. المهم ان انتوا ما تخرجوش عن ميزانيه ال 200 جنيه اللي احنا قلنا عليها. اعملوا لنفسكم تحدي ان انتوا ما تصرفوش كده. قولوا لي النهارده احنا طبخنا كذا 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 يا امل وما صرفناش ولا جنيه. اكتبوا لي في التعليقات، مستنيه تعليقاتكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.